السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم دوناتس بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهتعجبكم جدا. هعمل معاكم الدوناتس اللي مخرومة من النص. في الفيديو اللي فات عملت معاكم الدوناتس المحشية وكانت حلوة جدا، ولسه هعمل معاكم كمان اشكال كتير جدا للدوناتس وكمان الدوناتس المخبوزة. ادخلوا حطولي لايك للفيديو كده وشجعوني، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان كل لما ننزل فيديو يوصلكم اشعار بيه. دي صورة الدوناتس المحشية بتاعت الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفه هيعجبكم جدا. تعالوا بقى كده ندخل على طول على الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب بقى كده معايا طبق واحط فيه بيضة كده، وهحط كمان على البيضة دي معلقة سكر كبيرة بمعلقة الاكل الكبيرة اللي احنا بناكل بيها، وكمان معايا معلقة خميرة كده صغيرة، نص كوباية من اللبن ممكن تستبدلوها بالمية عادي. معايا كمان معلقة خل كده صغيرة بتدي هشاشة حلوة جدا للدوناتس. هقلب كده كل المكونات مع بعض كويس، وطبعا ما تنسوش رشة الملح. دوبت كده كل حاجة مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيكون معايا هنا بقى كوبايتين من الدقيق. هبدأ اقلب كويس جدا كده لحد العجينة ما تتلم معايا. خلاص الدقيق كده اتشرب كل السوائل اللي عندي. هبدأ بقى كده اشيل المعلقة خالص وابدأ كده ألم العجينة بإيدي زي ما انتوا شايفين. أول ما تكور معايا بالشكل ده كده هكون مجهزة معايا معلقتين كبار من السمنة. أنا في الفيديو اللي فات كنت عاملاها معاكم بالزبدة، فعملتها النهاردة كده بالسمنة علشان أعرفكم إن هي بالسمنة أو بالزبدة الاتنين بيطلعوا حلوين جدا. يعني المتوفر عندكم اعملوا بيه. حطيت كده معلقتين كبار سمنة بالشكل ده، وهبدأ أعجن العجينة كويس جدا لحد ما تتشرب معايا السمنة. خلاص كده العجينة عجنتها كويس جدا واتلمت معايا بالشكل ده. هغطيها بقى بكيس كده واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده. هنا العجينة بعد ما ارتاحت معايا كده حوالي ربع ساعة، جبت رشة دقيق كده على الرخامة وهبدأ اكور العجينة كلها كده واحطها على الرخامة، واحط كمان رشة دقيق كده على وشها علشان ما تلزقش معايا. هجيب بقى كده النشابة وهبدأ افردها كده، بس تكون بسمك ما يكونش رفيع، تكون تخينة شوية. خلاص كده فردتها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده كده، وهقطع بقى باي كوباية عندي، مش لازم قطعي الدوناتس يعني. وكمان هجيب القمع بتاع كيس الحلواني زي ما انتوا شايفين، وبعمل فيه الفتحة اللي في النص اللي انتوا شايفينها دي كده. هقول لكم كمان طريقة تانية لو انتي مش عايزة تقطعي بكوباية خالص، هقول لكم تعملوها ازاي. هقطع كل العجينة زي ما انتوا شايفين بقى كده، وبقية العجينة اللي بتفضل دي برجع اكورها تاني واسيبها ترتاح واشكلها تاني. هجيب بقى معايا هنا ورق زبدة وابدأ ارص عليه الدوناتس بالشكل ده. ممكن ترش رشة دقيق كده على صينية وتحطي الدوناتس، مش لازم ورق زبدة. حابة تحطي على ورق ممكن تجيبي معاكي مثلا اي كيس عندك كده، زي كيس ملح مثلا، كيس مكرونة، وتقصقصيه كده وتحطي عليه. بس انا غالبا برش رشة دقيق كده واحطه على الصينية، بيبقى حلو جدا. حبيت بس كده اديكوا افكار علشان اللي حابب يحط على ورقة زبدة مثلا ومش متوفر عنده، اي كيس عندك ممكن تحط عليه، كيس مكرونة، كيس ملح، كيس اي كيس عندك. لميت بقى كده العجينة اللي عندي وغطيتها كده بالكيس، وهسيبها ترتاح شوية علشان لما اجي اشكلها تبقى تتشكل معايا بسهولة كده، ما تبقاش العجينة ناشفة معايا. هنا العجينة بعد ما ريحت معايا بقى هديكوا فكرة تانية. لو انتي حابة تقطعي الدوناتس من غير اي قطاعة ولا اي كوباية، باخد كده العجينة واقطعها كده قطع صغيرة بالشكل ده. انا كورت بقية العجينة اللي عندي 4 كور كده، وهبدأ اقطعها بالشكل ده كده والمها كويس جدا واسويها كده. احط بقى كده رشة دقيق كده على الرخامة واحطها عليها علشان ما تلزقش معايا. بعد كده هاخد العجينة وهبدأ افردها، تاخديها كده بالنشابة وتفرديها بس فردة بسيطة خالص كده، او ممكن تضغطي عليها بايديكي. وهتجيبي بقى القمع ده وتبداي تعملي فيها الخرم اللي في النص ده. دي بقى شلت النشابة خالص وبدأت اعملها بايدي، بس رشيت رشة دقيق عشان بيبقى فيها تلزيقة بسيطة كده، مش عايزاها تلزق معايا. شايفين استغنيت عن النشابة خالص، وبايدي كده بضغطها كده شوية، وترجعي تعملي فيها الفتحة اللي في النص بالقمع اللي انتوا شايفينه ده كده.
شايفين طريقتها سهلة جدا، ولا احتاجنا القطاعة ولا الكوباية ولا اي حاجة. وجبت معايا كاس المكرونة اللي انا مقطعاها دي كده، وحطيت عليها الدونتس علشان تخمر معايا. هاجي بعد العجينة بقى ما خمرت معايا كده زي ما انتوا شايفين وحجمها تضاعف كده بالشكل ده، جبت طاسة على النار فيها شوية زيت، والزيت اول ما يسخن معايا كده بهدي النار واخلي النار متوسطة، وانزل بقى بالدونتس بتاعي على طول كده. النار لو بقت عالية معاكي الدونتس هياخد لون بسرعة كده ويحمر وتلاقيه من جوه لسه معجن، فلازم النار تبقى متوسطة كده. هسيبه بقى كده يدوبك يتشمع ياخد لون بسيط خالص، واقلبه كده على الجنب التاني علشان التسوية بتاعته تبقى مظبوطة. هسيبه كده شوية وارجع اقلبه على الجنب التاني لحد ما يحمر معايا كده من الجنبين وياخد لون حلو زي ما انتوا شايفين كده. هنا بعد ما استوى شكله طالع تحفة بالشكل ده كده. هسيبه بقى كده لحد ما يبرد معايا تماما، وبعد كده هكون مجهزة معايا شوكولاتة وانا مسيحاها. ممكن تسيحي كده الشوكولاتة على حمام مية وتزوديله معلقة لبن كده صغيرة علشان الشوكولاتة ما تبقاش قاسية معاكي كده وناشفة، انا عايزاها طرية وفي نفس الوقت تبقى متماسكة مش سايحة على الدونتس. انا سيحت كده الشوكولاتة وضفت لها يدوبك معلقة لبن صغيرة كده علشان الشوكولاتة بتاعتي تبقى طرية. وطبعا زي ما تفضلوا، حابينها بقى ناشفة ممكن ما تزودوش اي حاجة على الشوكولاتة خالص. هبدأ كده اخد الدونتس واحطه في الشوكولاتة بالشكل ده كده. طريقته مفيش اسهل منها زي ما انتوا شايفين كده، والولاد بيفرحوا بيه جدا وبيحبوه. مش حابين تحطوا عليه شوكولاتة، ممكن اول ما يطلع من على النار كده وهو سخن تقلبيه كده في سكر، السكر هيمسك عليه على طول ويتاكل كده من غير اي شوكولاتة لو انتوا مش حابين تضيفوا شوكولاتة. بعد ما خلصت كده وحطيت عليه الشوكولاتة بالشكل ده كده، جبت معايا بقى كده شوكولاتة مقطعاها قطع صغيرة، شوكولاتة بيضة كده هتدي معانا شكل حلو. وجبت معايا كمان بسكوت كده مكسراه بالشكل ده كده، هيدينا برضو شكل تاني. ممكن تاكلوها وهي عليها شوكولاتة بس مش محتاجة حاجة تانية، بجد طعمها حلو جدا. زينوا بقى كده بالحاجة المتوفرة عندكم. جبت كمان برضو شوكولاتة كده غامقة مقطعاها قطع صغيرة برضو، حطيت على جنب الدونتس كده. وخلاص كده خلصت. الشوكولاتة بقت متماسكة زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت طرية معايا مش قاسية ولا ناشفة كده، بجد طالع حلو جدا. جربوه بقى علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.